رسميا تشكيل النادي الاهلي لمباراه حرس الحدود، والمباراه دي مش هتكون سهله خالص لان المباراه دي هتكون تحت مسمى تجهيز اللاعبين لمباراه الزمالك. مباراه مش سهله خالص، والمباراه دي هينضم ليها العناصر الاساسيه للنادي الاهلي، هينضم فيها لاعبين كتير جدا اساسيين في النادي الاهلي. فلو مش مشترك في القناه اشترك واعمل لايك ويلا بينا. طبعا كالعاده هنبدا بحراسه المرمى، وحراسه المرمى فيها الحارس العملاق وحارس منتخب مصر الاول محمد الشناوي. محمد الشناوي هو حارس منتخب مصر الاول وحارس النادي الاهلي حاليا، وما ينفعش محمد الشناوي يتغير ولا ينفع اي لاعب من اللي انا بقولهم لك دول يتغيروا عن المباراه، لان المباراه دي التشكيله اللي انا هقولها لك دي ممكن يكون فيها لعيبه كتير جدا بتتجهز لمباراه الزمالك، ومنهم محمد الشناوي اللي هيكون اساسي بنسبه 100% امام حرس الحدود. وبعد كده هنروح لخط الدفاع، وخط الدفاع رجع لنا اخيرا محمد عبد المنعم الثاني، هو ياسين مرعي. ياسين مرعي اساسي بنسبه 100% امام حرس الحدود، لانه هيلعب مباراه الزمالك، فلازم يلعب مباراة حرس الحدود عشان يتجهز لمباراة الزمالك. فبنسبة 100% ياسين مرعي أساسي أمام حرس الحدود. طب مين اللي هيكون جنبيه؟ اللي هيكون جنبيه الرجولة ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم حاليا احسن لاعب في النادي الاهلي بيلعب بروح الفانيلا، يعني حاليا كده اللي غايب عن النادي الاهلي ايه؟ اللعيبه يعني حلوه، يعني جايب لعيبه مستواها كويس، لكن اللعيبه ناقصها روح الفانيلا الحمراء اللي حاليا في ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم مفيش واحد بيختلف على رجوله ياسر ابراهيم، سواء اهلاوي او زملكاوي. ياسر ابراهيم عامل في اول مباراه نزلها عمل اداء كويس جدا. فياسر ابراهيم بنسبه 100% اساسي. بعد كده هنروح للظهير الايمن، والظهير الايمن فيه محمد هاني بنسبه 100%. محمد هاني برغم ان مستوى النادي الاهلي منخفض، لكن محمد هاني محدش يختلف ان هو عامل اداء كويس، يعني كويس عن اللعيبه كلها. محمد هاني حاليا عامل اداء كويس عن لعيبه النادي الاهلي كلها، فمحمد هاني بنسبه 100% هو هيكون الباك رايت الاساسي للنادي الاهلي امام نادي حرس الحدود. بعد كده هنروح للظهير الايسر، والظهير الايسر هيكون فيه احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا بنسبه 100% اساسي في مركز الظهير الايسر. شفنا عمر كمال نزل في اخر ربع ساعه ما عملش حاجه في ماتش سيراميكا، لاعب كان مختفي. انت لما بصيت كده شفته قلت اللاعب ده نزل امتى اصلا؟ كان مختفي في المباراه. فانت سواء انت شايف انه كوكا مستواه وحش او مستواه حلو، وهو كوكا مفيش غيره في المركز ده، يعني انت هتلعب مين في المركز ده؟ مفيش غير احمد نبيل كوكا. جبت محمد شكري مصاب ومشيت كريم الدبيس اعاره، فلازم هو اللاعب ده في المركز ده مفيش غيره في النادي الاهلي، فلازم يكون هو الاساسي في المركز ده، وده مش ذنبه لانه بيلعب اصلا خط وسط مدافع. جيب مروان عطيه ولعبه في المركز ده مش هيعرف يلعب. جيب مثلا اليو ديانج ولعبه في المركز ده مش هيعرف يلعب. فده ما تضغطش على اللاعب وتقول اللاعب ده سيء، اللاعب ده بيلعب في مركز مش مركزه. فهو بالنسبه للاداء اللي هو عامله ده اداء مش وحش، يعني ان هو يلعب في المركز ده وعامل اداء كويس. فبنسبه 100% احمد نبيل كوكا اساسي امام نادي حرس الحدود. الحلقه اللي فاتت للنادي الاهلي عملت لك تشكيله النادي الاهلي امام حرس الحدود، قلت لك اللي هيبدا مروان عطيه مش اليو ديانج، قلت لك لا مروان عطيه اللي هيبدا، لان انت محتاج لاعب يدي كوره قدام، لاعب مش يقطع بس، لا لاعب يقطع ويدي كوره قدام. وحاليا مروان عطيه افضل من اليو ديانج، يعني مروان عطيه راجع من شهرين ونص ان هو كان عامل عمليه، لكن راجع افضل من اليو ديانج. فبنسبه 100% مروان عطيه اساسي امام حرس الحدود. نروح بقى لمركز 8، ومركز 8 فيه محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان الحقيقه لاعب عليه علامه استفهام كبيره جدا. تحس ان اللاعب تايه، شفته في مباراه سيراميكا تحس ان هو تايه. محمد علي بن رمضان كان عامل اداء سيء في المباراه سيراميكا كليوباترا، هو طلع مصاب لكن اصابه بسيطه جدا، وهيلعب بنسبه 100% هيلعب اساسي امام نادي حرس الحدود. نروح بقى لمركز 10، ومركز 10 قلت لك في حلقه برضه تشكيل سيراميكا، قلت لك في حلقه تشكيل النادي الاهلي امام سيراميكا كليوباترا، قلت لك اللي هيكون اساسي في مركز 10 هو تريزيجيه. طب ليه تريزيجيه؟ قلت لك تريزيجيه بيلعب مع المنتخب مركز 10 بيعمل اداء كويس جدا، وفعلا لعب في مركز 10 وخد رجل المباراه في المباراه اللي فاتت امام سيراميكا كليوباترا، وهو بنسبه 100% اساسي في المركز 10 امام نادي حرس الحدود. نروح بعد كده للجناح الايمن، والجناح الايمن هيكون فيه طاهر محمد طاهر. طب ليه طاهر محمد طاهر وعندك حسين الشحات بره؟ حسين الشحات بيلعب في الجناح الايسر مش في الجناح الايمن، هو عدلته ان هو يلعب في الجناح الايسر لانه بيلعب برجليه اليمين، وبرضه طاهر بيلعب برجليه اليمين، لكن طاهر افضل في مركز الجناح الايمن. فبنسبه 100% طاهر محمد طاهر اساسي في مركز الجناح الايمن امام نادي حرس الحدود. نروح بقى لمركز الجناح الايسر، والجناح الايسر فيه اشرف بن شرقي بنسبه 100%. اشرف بن شرقي اساسي في مركز الجناح الايسر. طب ليه اشرف بن شرقي؟ اشرف بن شرقي في مباراه سيراميكا كليوباترا اللي فاتت صنع 5 فرص ما
محققه. يعني ايه؟ يعني 5 فرص اعطاهم لك انت والجون والمهاجم اللي هو محمد شريف سواء تريزيجيه اي حد يعني اعطاهم له الكره دي فضاعت. محمد شريف عامل اداء وحش جدا جدا مع النادي الاهلي، مش عارف ازاي عماد النحاس مقتنع به. لكن اشرف بن شرقي في مركز الجناح الايسر اساسي بنسبه 100%. وفي الشوط الثاني في الدقيقه مثلا 60 الدقيقه 55 هتلاقي نزل مكانه حسين الشحات. حسين الشحات هياخد دقايق اكتر من اي وقت فات. بعد كده هنروح لراس الحربه، وراس الحربه فيها محمد شريف. انا قلت لك محمد شريف اداؤه سيء لكن هيلعب اساسي. طب لا يلعب اساسي؟ هي دي وجهه نظر عماد النحاس. عماد النحاس مقتنع بمحمد شريف مش مقتنع بجريديشار. فانا لما اقول لك ان هو يبدا اساسي دي مش وجهه نظري، ده وجهه نظر المدير الفني عماد النحاس. ولو جريديشار بدا، جريديشار افضل من محمد شريف 5 مرات على الاقل. محمد شريف عامل اداء وحش جدا جدا مع النادي الاهلي، فلو جريديشار لعب هيكون احسن من محمد شريف. اتمنى جريديشار يلعب اساسي، لكن النسبه الاكبر هتكون لمحمد شريف، ومحمد شريف اللي هيلعب اساسي امام نادي حرس الحدود. كده تكون خلصت حلقتنا. فعايزك تتوقع المباراه دي هتخلص كام؟ يعني عايز النادي الاهلي يقدر يكسب على نادي حرس الحدود، ولا حرس الحدود ممكن يعاند قدام النادي الاهلي زي بقيه الفرق، زي مثلا نادي انبي؟ كل الفرق تلاقيها عندت قدام النادي الاهلي وبتلعب بطريقه دفاعيه اكتر من اللازم. شايف ان نادي حرس الحدود يقدر يتعادل مع النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي يقدر يفوز على حرس الحدود بسهوله لمباراه التجهيز لمباراه نادي الزمالك؟ واستنى مني حلقه تشكيل النادي الاهلي امام نادي الزمالك. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك واعمل لايك. السلام عليكم.